واش عارف بلي تقدر تكون مسؤول على حادث وقع في العمارة ديالك حتى إلا ما وقعش داخل شقتك؟ بزاف ديال ملاك الشقق كيظنوا أن الأجزاء المشتركة ما عندهم حتى مسؤولية عليها، ولكن هذه الفكرة ماشي صحيحة. تصور معايا جا شي ضيف وطاح في الدرج، أو طاح شي جزء من الواجهة ديال العمارة، ولا وقع حادث بسبب الأجزاء المشتركة. الشخص المتضرر من حقه يطالب بالتعويض، وهذا التعويض كيكون على حساب نقابة ملاك العمارة، يعني على جميع الملاك. بمعنى إلا ما كانش العمارة مأمنة مزيان، جميع الملاك يقدروا يخلصوا التعويض، وكل واحد حسب النسبة ديال الملكية ديالو. وهنا كيبان الدور ديال تأمين المسؤولية المدنية ديال العمارة RC Immeuble. هالتأمين كيحمي نقابة الملاك إلى تسببات الأجزاء المشتركة في العمارة في شي ضرر لشي شخص. وفي المغرب سانديك هو اللي خاصو يدير هالتأمين باسم نقابة الملاك، وإلا ما كانش سانديك أو ما كانش هالتأمين، ممكن الملاك يخلصوا التعويض من جيوبهم. حادث بسيط في الدروج أو طاح شي جزء من العمارة يقدر يكلف مبالغ كبيرة. قبل ما يوقع أي مشكل سول غير على حاجة واحدة: واش العمارة ديالكم عندها تأمين المسؤولية المدنية ديال العمارة RC Immeuble؟ تحقق اليوم باش ما تخلصش غدا ثمن حادث ما كنتش متوقعه. بزاف ديال ملاك الشقق كيعرفوا هاد المسؤولية غير من بعد ما كيوقع الحادث. تبعوا أشيورانس إفري باش تكتشفوا معلومات مهمة أخرى على تأمين وتحافظوا على حقوقكم.